ازيكم عاملين ايه؟ انا هاجر من قناه لولي شانيل. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تدوسي على كلمه الاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل حاجه، واهم حاجه اللايك. النهارده بقى يوم كده خفيف مش طويل قوي عليكم. عملنا فيه اكل وباختصار برضو، ونزلنا فرح ابن خالتي يوم الاحد. عقبال كل الناس تفرح يا رب، ويفرح كل الناس بحبايبها. فبنروح كده نهيص، انتوا عارفين كده في الاماكن كده بنروح نهيص. العريس وعند العروسة برضو بيهيصوا. فروحنا عند خالتي النهاردة وهيصنا شوية وفرحنا مع بعضينا. وكمان هعمل معاكم الاكل. يعني انا دلوقتي انا عاملة المقدمة بعد الفيديو. الساعة دلوقتي 4. ده مش هينزل لكم، يعني مش هينزل لكم في الوقت ده، هينزل لكم الصبح اكيد. فهنزل لكم الفيديو كله مع بعضه، مع روتين الشقة، مع الاكل، مع البنات، مع هناك عند خالتي كده، يعني كام حاجة كده مع بعضيها. وبصوا بقى كده دخلنا على الاكل. هنا كنت بعمل تسبيكة محشي، حاطة البصل وفلفل وثوم مع بعض. واول ما البصلية دبلت كده بنزل عليها بالطماطم. وهنا كانت الخضرة بوريها لكم. وكمان عملت معاها فراخ وصنع عصفور وملوخية. وهنا الطماطم، وهنا البتنجان في الحوض كان لسه هيتغسل. بصوا يا بنات، انا بقسم الحاجة على مرتين، يعني ده مرة ومرة كمان هعملها المرة اللي بعديها. زي ما قلت لكم كده، طول ما هو متقور هخليه برضه في خلال الاسبوع ده، بس مثلا على اخر الاسبوع من غير ما يتغسل واربطه في شنطة. وده كان شكله الليل. 3 الفجر. طبعا بصوا هنا صوت على صورة. فحطيته هو والملوخية وصنع عصفور والفراخ والمحشي. وهنبدأ بقى اليوم من الصبح بقى، يعني ده كده ده مقطع وده مقطع تاني خالص. لما رحنا عند خالتي كده كنا رايحين ورايحين عند خالته. كملوا معانا الفيديو بقى وشوفوه. فيديو حلو والله. وما فيهوش حاجات كتير. وطبعا قمت وروقت الشقة وجهزت الدنيا ومشيت. والفرح بعد بكرة هجهز كام أكلة كده لبكرة وبعد بكرة، عشان هاجي من الفرح موجودة مش قادرة أعمل أي حاجة. وكمان في رموش جبتها وطلوع بتاع دكتور روشيل. عايزة تقولي لي رأيكم فيه كده، وتعرفوني ايه الحاجة الكويسة اللي انا ممكن اجيبها لو انتوا عارفينها. كملوا بقى معايا الفيديو، ما تنسونيش في اللايك وفي الشير. احنا رايحين فين؟ لا. هنعمل ايه؟ ايه؟ فرح مين؟ ده هتعرفي الزغرتي؟ بصوا يا بنات بقى، انا مجربه الجلو ده. قولوا لي رايكم في الرموش. على فكره هي مش تقيله ولا طويله، يعني انا مجرباها وعارفاها. بص الرموش دي كانت ب80، بتقعد معايا فتره طويله والله. هم 10 مع بعض وحلوين قوي. والجلو طبعا غني عن التعريف. وهنا كده جبت بتاع دكتور رشيل، لو حد يعني جربه. انا جربت نوع كان شبهه كده وكان حلو قوي. مش عارفه ده حلو ولا لا. وده بقى كولاجين بميه الذهب على ما اعتقد يعني. بس هي برضو فرق معايا. فاللي جربوا او في حاجة احسن عرفوها لي بصراحة. في حاجتين انا جربتهم فرقوا معايا جدا. يعني خف حاجات كتير، خف هالات وسهر وحاجات كتير. فكان حلو. وانا برضو مش اللي هي الهالات القوي، بس بصراحة شالت معايا. فاللي عارفه وجربه يقول لي ايه رأيه وجاب نتيجة معاه بعد قد ايه. ولو في حاجة احسن منه برضو عرفوها لي. هي من منوتة وكده. فعايزة اعرف رأيكم. اللي يعني جرب المنتجات دي وينصحني بايه. واللي هو زي بتاع الدكتور رشيل ده، بس كريم بدل الفونديشن. انا مش عارفه اتذكر اسمه دلوقتي قوي. وكملوا بقى معانا بقيه اليوم وشوفوا بقى الفرح والدنيا. وكمان هصور لكم وانا في الفرح.
هتمشوا معانا خطوة بخطوة، وفيديوهات طويلة مش روتينيات، يعني فيديوهات قصيرة مش روتينيات طويلة. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك يا بنات.